سلام، شراكم ان شاء الله تكونوا في احسن حال. رمضان مبارك علينا وعليكم. كي راكم مع رمضان؟ راه غالبكم ولا غالبين. اليوم حبيت نشارك معكم طاولتنا لرمضان. صراحه ما وريتش كل التفاصيل باش ما يكونش الفيديو طويل جدا، لكن حاولت انه نوريكم كامل واش درنا. المهم هنايا اول حاجه بدينا بها كانت عصير الليمون. المهم اليوم برعايه الليمون. نحتاج نصف لتر من الماء، حبتين قارص، 4 ملاعق سكر، والسكر يكون حسب الرغبة. نديرو معاها 2 ملاعق كريم شانتي، وتقدروا تستغنوا عليه يعني نورمال. ومن بعد نخلطوهم بالبراميكسر. ونزيدو مكعبات الثلج باش يكون هذاك العصير منعش، وبلا ما ننساو اننا نصفيوه. وبنين ما شاء الله، يعني ما نحكي لكمش مع الافطار شحال راح يكون منعش. جربوه ما راحش تندموا. وفي التحليه حطيت 1 لتر من الحليب، وملعقه تاع حليب لحظه، و3 ملاعق مايزينا، و3 ملاعق او 4 يعني على حسب الحاجه من السكر او حسب الرغبه. وخلطتهم بارد في بارد. ومن بعد نخلطهم مليح نروح نحطوها فوق النار، والنار تكون هاديه. اكيد هنا راني نعاد لكم كيفاش النار تكون. ونبقى نخلط فيهم كيما الفلان يعني. وكي تشوفوا القوام تاعو ولا كيما هكا صاي نحيوه. درت ثاني الزيت نتاع القارص، ودرت ثاني اللي بقى لنا من القارص يعني باش تكون عندنا نكهه الليمون، ومغرف كريم شانتيي، ومغرف زبده، ونخلطوهم مع بعض. كاين اللي يبقى لهم هذوك شويه تكتلات نتاع المايزينا، اسمع نقولهم برك ضربوها شويه بالبراميكسور ورايحين يروحوا يعني. المهم من بعد نخلطوهم مليح. رايحين هنا تكون الوصفه تاعنا ولا التحليه تاعنا سهله وبسيطه وجاهزه. نديروها في اكواب التقديم، والتزيين كما نحبوا راه اختياري يعني. المهم انا درت هنايا الكاوكاو، ودرت هذاك الزيت نتاع القارص كما راكم تشوفوا. والطبق الرئيسي نتاعنا كان كراتان بطاطا. هنا درت البيشاميل، وقطعت البطاطا الى قطع رقيقه كما راكم تشوفوا دوائر، وجبت المقلاة حطيت فيها ملعقتين زبده وشويه زيت. ومن بعد لا سخنوا حطيت عليهم البصل ربي، وخليتهم يتقلوا مع بعض كما راكم تشوفوا. وبالنسبه للتوابل درت مغرف صغيره كركم، مغرف صغيره فلفل اكحل، مغرف صغيره من الملح، مغرف صغيره فلفل احمر، وذوبت مغرف اكل من طوماط كونسونطري ودرتها معاهم وخليتهم يتقلوا مع بعض. يعني كانت كاينه واحد الريحه ما نحكي لكمش. بعد لا يكون جاهز اللحم نتاعنا نحيوه بجيه في نفس المقلاة، نعاودو نحطو شويه زيت ونخلوه يسخن، ونديرو عليه هذيك البطاطا يشغل تتقلى شويه وتاخذ لون. وفي البلاط تاعنا حطيت عليه شويه زبده ومررتها في كامل البلاط. وهنا البشاميل تاعي درت له مكعبات الفرماج وشويه فلفله كحله، ونمرو هذيك البشاميل في البلاط تاعنا ونستفو كامل البطاطا تاعنا.
حنا نورمالمون نحط من فوق البطاطا طبقة من اللحم تاعنا، اي حطيت او الحشو تاعنا، حطيت البشاميل معليش نورمال، من بعدها حطيت هذاك اللحم تاعنا وزدت له لاصوص باش تعطيه بنه خياليه يعني، وزدت طبقه واحده اخرى من البطاطا، وتبقاو كيما هاك يعني طبقه بطاطا، طبقه لحم، طبقه بشاميل، يعني حتى نكملو كامل البلا تاعنا. من بعد في الاخر حطيت فوقها طبقه من بشاميل، تقدروا تزيدوا عليها فرماج رابي، وحطيتها في الفرن لمده نصف ساعه من فوق ومن تحت. وهنا صورت لكم ماما هي ندير في المطلوع، استعملت كيلة فرينة وكيلة سميد رطب وملعقه كبيره خميره وملعقه كبيره سكر وكأس من الماء دافئ وكأس ماء دافئ، ونضربوهم بالبراميكسور حتى نشوفوا هذوك الفقاعات. من بعدها نخلوها تخمر مدة نصف ساعة وحسب الجو اللي كان عندكم، يعني اللي كانت الكوزينة والمطبخ سخون فبالخفراي راح تطلع. المهم من بعد لا تطلع نديروا ملعقة ولا ملعقة ونصف زيت، ونحاولوا انه نديغازيوها. ودرت كيلة من الفرينة والملح، ما ننساوش الملح يبقى على حسب الذوق، وملعقة من الكمون وحبة الحلاوة وكامل هذوك مخلطين. المهم من بعد نخلطوهم نبداو نزيدوا بالعقل الفرينة يعني حتى تجمع لنا العجينة تاعنا. كما راكم تشوفوا القوام تاعها يكون يتلاصق، نديروا شوية زيت ونخلوها ترتاح، بعد نديروها قرصات ونديروها طيب. هنا ما كنتش صورت هاد لي طاب باسكو كان بدا يفوتني الوقت. ليسونسيال هاوينا كيفاش خرجوا خفاف وما شاء الله يعني كما راكم تشوفوا، ما يتحضروا في وقت سريع يعني ما راحش تتعبي فيهم. ومهم هنا خليت اختي صغيره هي قصاله وكان خويا قاعد يصور فيها، المهم باش ما يبقاوش يتهاوشوا ودايرين هذاك الحس، اسمها خليته هو يصورها وهي تنقي في الصاله. تقولوا لها يعني شكل سامبل وخفيف. المهم درت شويه مايونيز من الفوق وصاي هذا مكان. ايوه ماما في نفس الوقت كانت قاعده تعلم في اختي كيفاش دير البوراك وتخدم هي وياها في البوراك. مهم حاولت انه نصور لكم كلش ونعدكم كلش وكل خطوه يعني. المهم ما تنسوش برك الاشتراك وما تنسوش الجام. ايوه ونفذ في الجهه الاخرى انا كنت نوجد في البطبوط نتاعي، راني حاط لكم الوصفه تاعو في القناه، يعني ما كلها نزيد نعاود نحطها لكم باش ما يطولش الفيديو اكثر من هكا. يعني الوصفه والعجينه والحشو في زوج. المهم الحشو تاع البطبوط راه يكون اختياري. هنايا راني وجدت بديت ندير في الميني بطبوط كما راكم تشوفوا غير بكاس، يعني نديروا هذوك الدوائر نتاع الميني بطبوط وتخلوا يكون الطاجين اللي حنطيبوا فيه لازم يكون سخون باش يتنفخوا لكم، ولازم نقلبوهم كل شويه نقلبوهم. المهم انا هنا حاولت نزرب وكان بدا يروح الوقت وكاع سما شويه كنت لاهيه بيهم شويه نغفل عليهم. هي من الاحسن انهم ما تغفلوش عليهم، كل ثواني تبقاو تقلبوا فيهم باش يكونوا منتفخين.
شي فيهم كما راكم تشوفوا فيهم جاو فارغين من الداخل. كاين اللي درت له الكاتشب، كاين اللي يبغوا الكاتشب درت لهم الكاتشب، ودرت الحشو كاين اللي درت لهم المايونيز ودرت معهم الحشو. الحشو كما قلت لكم يكون اختياري، كما هنا انا درت شويه دجاج شويه صدر دجاج، وربيت معاه حبه ولا حبتين من الجزر، شويه زيتون، وهذا مكان. وهنا في الاخير رحت نحضر في الطاوله نتاعي ونحط في الاطباق نتاعي. مادام وصلنا تقريبا نهايه الفيديو، نتمنى انه رمضان يفوت عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا، وان شاء الله ربي يتقبل منكم الصيام وصالح الاعمال، ربي يتقبل منكم دعائكم ان شاء الله. ما تنساوش تدعوا لاهلنا في غزه، يا ربي ربي ينصرهم وربي يصبرهم ان شاء الله، وربي يشفي كل مريض، ربي ينجح كل تلميذ وينجح كل طالب ان شاء الله، ربي يحقق كامل امنياتكم يا رب. وفي الاخير خواتي خواتاتي نعود نفكركم ما تنساوش الاشتراك في القناه، ما تنساوش البارطاج، وما تنساوش اللايك، باسكو فريمون تعبت يعني في هذا الفيديو، حاولت اني نشارككم كلش بالتفصيل، وباش ثاني تدعموني باش نزيد نقدم فيديوهات اكثر واكثر. والقاكم في فيديو جديد بصحه وعافيه ان شاء الله. الى اللقاء، باي. فيه من